أهلا وسهلا بكم المرة الثانية. حابة أني أشكر الناس المستمرة في دعمي بالإضافة للناس الجديدة اللي انضمت لهم وتواصلوا معي وبيساندوني. جزاكم الله ألف خير. مازال بالفعل في الدنيا خير والحمد لله. بالنسبة للناس اللي عم تسألني على الدليل، طبعا أنا مستحيل أطلع أعمل فيديو بصورتي وبشخصي من أكاونتي وباسمي وأنا عم بقول افتراء أو أكاذيب، ولكن نظرا لحساسية المعلومات اللي يمتلكها ما فيني أمدها إلا للجهات المعنية فقط. المهم ندخل في الموضوع. حكينا في الفيديو اللي فات عن علاقته بطليقي وعن المبالغ اللي كان يبعتها له وعلاقته بالأجهزة الأمنية، وكذلك بعض المسؤولين اللي بدأت لما جاله اتصال من الجهة الرسمية وتم استدعائه للتحقيق ودفع رشوة وقفل الموضوع تماما. حنتكلم في الفيديو هذا عن الجرائم اللي ارتكبها ما بين غسيل أموال وتمويل منظمات